السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بعد التحية والسلام، وقبل ما نبدأ حلقتنا التانية من مسلسل برستيج، لو ما شفتوش الحلقة الأولى هسيبها لكم في صندوق الوصف عشان تشوفوها. ولو أول مرة بتشوفوا القناة يا ريت ما تكونش آخر مرة، وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا باقي الحلقات. ويلا بينا نبدأ حلقتنا التانية اللي بتبدأ ببرنامج إبراهيم بعد ما خلص والمذيع قام، فإبراهيم بيسلم عليه لكن المذيع بيطنشه، وبيجي الإعداد يتكلم مع إبراهيم وبيطلب منه إن هو يغير البدلة دي لانه بيجي بيها كل مرة. فطبعا بيتضايق ابراهيم جدا لكن بيقرر ان هو يروح محل بدل، وبالفعل بيتفرج عليها وبيسأل على البدل، وبيلبس بدلة وبتعجبه جدا وبيبدأ يسأل على تمنها، وبيعرف ان هي ب15,000 جنيه. فطبعا بيتصدم من المبلغ وبيحاول يطلع فيها اي عيوب، وفي الاخر خالص بيشتري بس منديل بدلة وبيطلع من المكان وبيركب عربيته وبيقعد يعيط فيها على حاله. بعد كده بيروح على مطعم برستيج، وهناك بيبقى فيه ولد صغير قاعد في المطرة، وبيبدأ أكرم يطلع من جوه، وأول ما بيشوف الولد بيزعق له وبيقول له إن هو يروح بعيد. ساعتها بنيجي بقى للأحداث الحالية بتاعة الحادثة، واللي بنشوف الكل مصدوم بسبب موت تامر اللي واقع على الأرض ومش عارفين ايه اللي حصل له. فحبيبة بتقرر تكلم باباها عشان يجي ياخدها، لكن عمران بيعرفها ان المكان كله ما فيهوش شبكة. ووقتها مستر بسام بياخد باله من الولد الصغير، فبيقول ايه اللي دخل ده هنا، لكن هو بيقول له يعني كنت هقعد لوحدي في المطرة بره. وقتها الست الغامضة بتاعت القطة بتقول لهم انا بفهم في الحاجات دي وهشوف هو اتقتل ازاي، بس عايزة جوانتي. فديما بالفعل بتجيب لها جوانتي، وبتبدأ تشوف الجثة وبتلاحظ ان في شوكة على اليمين وسكينة على الشمال، وده سبب الوفاة. فبتعرف ان اللي قتله اكيد شخص اشول. بعد كده بتبدأ تصور الجثة وتغطيها بمفرش ترابيزة وتصور كل اللي في المكان عشان البوليس يعرف يجيبهم بعد كده لما يمشوا. بيشوفوا في الأخبار إن في 6 ماتوا بسبب كهربة المية. فبتبدأ الست الغامضة توجه التهمة لإبراهيم وتقول له احنا كلنا شفناك وانت بتتخانق معاه وبتهدده بالقتل، أكيد انت اللي عملتها. لكن هو بيقول لها وفي ايه يعني، ده مش دليل، وبعدين ما احنا شفنا حبيبة وميدو كان قاعدين معاه يمكن هما. فكله بيشك في بعضه. بعد كده بترجع للجثة تاني، وبتبدأ تفكر ان اكيد القاتل لسه موجود بينهم وممكن يتصل باي حد يجي يستنجد بيه. فبتقرر ان هما لازم ياخدوا التليفونات كلها وبتقول لهم الكلام ده. فكله فعلا بيحط تليفون على الترابيزة عشان كلهم يبقوا شايفين التليفونات. بعدها وكلهم قاعدين بيلفت نظر الست اياها ان في كاميرا موجوده في الكافيه. فبتسال هي الكاميرا دي شغاله، وبيقرروا ان هم يروحوا يشوفوا ايه اللي حصل في الكاميرا. لكن بيبدا اكرم يستأذن مستر بسام ان هو يروح يشوف، وابراهيم بيقول له اشمعنى انت اللي تروح، ما يمكن انت اللي عملتها. فبيقول لهم انا اللي هروح لان انا كلمت واحد ضابط كده صاحبي في رتبه نقيب، وقلت له ولاني كده المهمه لغايه ما يقدر ان هو يجي، فانا اللي هشوف. لكن طبعا ما حدش اقتنع بكلامه، وبعد كلام كتير بينهم قرروا ان هم كلهم هيروحوا يشوفوا. اول ما بيبداوا يشغلوا الكاميرا بيطلع منها تراب كتير، وواضح كده ان هي ما استخدمتش بقالها فتره كبيره. وبتبدا حبيبه تشغل الكاميرا وتصور عمران وتتعرف عليه اكتر، وواضح ان هي كانت معجبه بيه. وبتقول له على فكره الكاميرا دي حلوه جدا وبتصور الحقائق وبتصور كل حاجه مش فوتوشوب كده والحاجات بتاعت اليومين دول. لكن ابراهيم بيزعق لها وبيقول لها احنا في ايه ولا في ايه. وبيبدأ فعلا مستر بسام يشغل الكاميرا لكن ما بيبقاش عارف يعمل اي حاجة. فاكرم بيقول له انت ما شغلتهاش اصلا قبل كده، سيبني انا هتصرف. بيقعد وبيبدأ يجيب ايه اللي حصل، وفعلا بيشوفوا الاحداث. لكن فجأة بيلاقوا ان الكمبيوتر قفل لوحده وما بيعرفوش برضو ايه اللي حصل في الجريمة. فبيتضايق طبعا اكرم وبيقول ازاي مكان عظمة زي ده يحصل فيه كده. لكن بيبدأ مستر بسام يعترف له بالحقيقة ويقول ان كل الصور والحاجات اللي تحت دي فوتوشوب ما فيهاش اي حاجة حقيقة. فبيتصدم اكرم وبيقول له ازاي يعني الصور اللي تحت والجوائز اللي احنا واخدينها دي ملهاش اي قيمه. وبنشوف الست الغامضه اياها بتبدا تسال حبيبه وتقول لها هو انت بتاكلي ازاي، فبتوريها طريقه اكلها. فبتعرف ان هي شوله وان ممكن تكون هي اللي قتلت. فبتديها نوته وتقول لها اكتبي لي اي حاجه كده بمناسبه الذكرى اللي احنا فيها. فبتبدا تكتب لها وتتاكد ان هي فعلا شوله. وفي وسط كل ده مستر بسام بيسحب نفسه وبيخرج من المكان وبيقفل عليهم. واول ما بياخدوا بالهم بيقعدوا يخبطوا كتير جدا، لكن هو بيقول
بيقول لهم معلش انا مش هفتح، وهتفضلوا كده في المكان لغايه ما يجي البوليس ونشوف ايه اللي حصل بالظبط. فطبعا بيبقوا منزعجين وعمالين يخبطوا جامد ومتضايقين، لكن بنشوف الوقت ده اكرم كان في ملكوت تاني مع نفسه ومتضايق على الصدمه اللي هو فيها. المهم في الوقت ده بيجيب عمران حاجه تقيله ويفضل يخبط في المكان لكن مفيش فايده. ومستر بسام بيقول لخله خليك واقف هنا قبل ما اجيب حاجه تقيله اقفل بيها الباب. لكن وقتها ميدو بيتصرف وبيزق الزقه التمام، وفعلا بيخرج ويمسكوا في مستر بسام وبيقولوا له انت ليه بتعمل كده. لكن في الوقت ده بيتفاجئوا ان في حريقه في المكان وان النار ماسكه في المكان كلها. فطبعا بيحاولوا ان هم يطفوا الحريقه بسرعه جدا، لكن ما بيبقوش قادرين ان هم يتحكموا فيها. ويفتكر مستر بسام الانبوبه الغاز فبيروح بسرعه عشان ياخدها. وفي الوقت ده هم بيطفوا الحريقه، ميدو بيكسر صندوق طفايه الحريق وبيبدا ياخدها، لكن خله بياخدها منه وبيبدا يطفي المكان. بعدها عمران بياخد الطفايه بعد ما المكان اتطفى وبيبدا يرقص بيها، وحبيبه بتكون معجبه بيه جدا، وميدو بيكون هو متضايق جدا. وقبل ما يخلصوا فرحتهم بان هم طفوا الحريقه بيتفاجئوا ان مستر بسام واقع على الارض ومقتول. حصل ايه؟ ده اللي هنشوفه الحلقه الجايه، ونشوف يا ترى كل حلقه واحد هيقع ولا مين اللي بيعمل فيهم كده. استنوني في الحلقه الجديده، اشوفكم على خير والسلام عليكم.